بص كده الصورة على الشاشة وفكر كويس، ما تستعجلش. خد سنتين تلاتة، انت شايف ايه؟ شايف بنت صغيرة شابة ولا شايف ست عجوزة؟ الغريب ان الاتنين صح. لو انت شايف انها شابة فانت صح، ولو انت شايف ان دي عجوزة برضه انت صح. ايوه، يعني الاجابة الصح فين؟ الحقيقة فين هنا؟ عايزك برضه تبص على الصورة الجاية، هتلاقي شخصين واقفين وفي رقم على الأرض، في حد شايفه 6 وفي حد تاني شايفه 9. نفس الرقم، نفس المكان، نفس الحقيقة، بس كل واحد شايف حاجة مختلفة تماما عن التاني. ولو الاتنين واقفين قصاد بعض كل واحد فيهم هيبص للتاني ويقول له انت غلط، مع ان الاتنين صح في نفس الوقت. طب ايه اللي بيحصل؟ احنا مش بنشوف الحقيقة، احنا بنشوف من خلال عدسة جوه دماغنا، عدسة اسمها طريقة تفكيرك او منظوراتنا الفكرية، زي ما قالها ستيفن كوفي. ستيفن كوفي في كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية بيبدأ من فكرة واحدة صادمة، إن مشكلتك مش في العالم اللي حواليك ومش في الناس ومش في الظروف. المشكلة الحقيقية في طريقة رؤيتك للعالم. نرجع تاني للصورتين، عايز أقول لك لو أنت شايف الصورة صح مش شرط تكون دي الحقيقة، ولو أنت متأكد 100% من رأيك مش شرط يكون رأيك 100% صح. السؤال الحقيقي اللي في الحلقة دي هنجاوب عليه، إزاي طريقة تفكيرك بتصنع حياتك كلها من غير ما تاخد بالك، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. وتقدر تناقشني في الكومنتات، هو الكلام ده صح ولا عندك منظور فكري مختلف خالص؟ خليك معانا. خلينا نبدأ من أول نقطة مهمة جدا قبل ما نتكلم عن العادات السبعة أو هنتكلم عن النجاح. لازم نفهم حاجة ممكن تغير طريقة تفكيرك بالكامل، وهي ببساطة أنت مش دايما بتشوف الحقيقة، أنت بتشوف تفسيرك للحاجة اللي قصادك. تعال نرجع تاني للصورة اللي احنا شفناها في الأول، خطوط واحدة، رسمة واحدة، صورة واحدة، بس في اتنين شايفينهم حاجتين مختلفين عن بعض. في حد شايفها بنت صغيرة جميلة هادية باصة لبعيد، وفي واحد تاني شايفها ست عجوزة ملامحها كبيرة في السن ووشها مليان تجاعيد. والأغرب إن الاتنين صح، نفس الخطوط نفس الرسمة، بس دماغك هو اللي قرر تشوف إيه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت مش بتشوف الصورة زي ما هي، أنت بتشوف زي ما أنت عايز تفهمها. خلينا نروح للمثال التاني، لما كنا قايلين شجرة مرسومة على الأرض، واحد شايفه 9 والتاني شايفه 6. لو الاتنين اتكلموا مع بعض كل واحد فيهم مقتنع إن التاني غلط، بس الحقيقة إن الاتنين صح، بس من زاويتهم. يعني إحنا لو بدلناهم كل واحد يقول أيوه ده صاحبي اللي قدامي هو اللي كان صح وانا اللي كنت غلط. وده بيوصلنا لسؤال خطير جدا، هو ايه اللي اسمه حقيقة اصلا؟ الحقيقة اللي احنا بنسميها حقيقة ما بتكونش هي الحقيقة نفسها، دي مجرد طريقة تفكير دماغنا عن تفسير الواقع اللي احنا عايشينه. زي ايه؟ تخيل انك موظف في الشغل بتاعك ومديرك قال لك كلمة بسيطة، كلمة ما فيهاش حاجة، ممكن واحد يسمعها المدير بيكرهني وواحد تاني بيسمعها المدير بيحاول يطورني. ده بيبقى على حسب المدير اللي قدامك. في ساعات كتير بنقول الشخص ده نبلع له الزلط، يعني هو لو جه هزقنا على حاجة غلط بنسمع له الكلام. في حد تاني لو قال لك ان الحاجة البسيطة دي غلط تقول له انت مالك انت وتتخانق معاه وتعمل له حوارات. فاللي عايز اقوله نفس الجملة ممكن تتفسر بكذا شكل مختلف. طيب ليه ده اصلا بيحصل؟ كل واحد فينا عنده حاجة اسمها فلتر بيعدي عليه كل حاجة بنشوفها في الحياة. ستيفن كوفي في كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية بيبدأ من نقطة عميقة شوية قبل ما نخش في العادات نفسها. المشكلة مش في العالم، المشكلة في الطريقة اللي أنت شايف بيها العالم. ولازم تركز في الحتة دي عشان بعد كده تقدر تفهم العادات السبع قصدهم إيه أصلا في الآخر. في كلمة في الكتاب اسمها باراديجم، أتمنى أكون بنطقها صح، هكتبها لك على الشاشة. دي معناها ايه؟ معناها طريقة تفكيرك او العدسة اللي انت بتشوف بيها الحياة. تخيل انك لابس نظارة، لو النظارة دي نظارة شمس سودا مثلا بتشوف الدنيا ملدمة شوية او مسودة شوية. لو في نظارات تانية عدسات، بما اني لابس نظارة يعني في عدسات تانية هنا صفرة شوية بتحسسك ان الجو قدامك اصفر. وفي نظارات تانية لو مخربشة انت بتشوف الدنيا حواليك مخربشة ومش واضحة قدامك كده. في ناس دايما شايفين الناس حواليهم صعبين، شايفين الدنيا صعبة وشايفين ان مفيش اي فرص للنجاح. وفي ناس تانية شايفة نفس الدنيا بس شايفة الفرص، شايفة الأمل، وشايفين الحلول اللي ممكن تتعمل عشان ينجحوا. والدنيا هنا ما اتغيرتش، الدنيا عند الشخصين هي واحدة، لكن النضارة اللي كل واحد فيهم لابسها مختلفة عن التاني. طيب ده هيخلينا نسأل سؤال مهم جدا، هو احنا بنشوف العالم زي ما هو ولا زي ما احنا متعودين اللي احنا نشوفها؟ الإجابة صعبة لكن لازم نعرف، والإجابة إن أغلب الوقت احنا بنشوف نفسنا احنا مش في العالم. يعني أكنك واقف قدام مراية بتشوف من خلالها العالم من وراك. يعني انت واقف قدام مرايه كده، العالم وراك وانت شايف العالم ده من خلالك انت. للاسف ده اللي بيحصل معانا، معظم الناس بتشوف الحياه من بره لجوه،
يعني ايه من بره لجوه؟ يعني لو عايز مثلا ابقى مبسوط لازم الدنيا حواليا تتغير، زي مثلا لو عايز اكون ناجح لازم الناس تساعدني، لو عايز حياتي تتحسن تبقى احسن لازم الظروف اللي حواليها تبقى احسن. المشكله في التفكير ده انك دايما مستني حاجه من بره هي اللي هتخليك احسن من جوه. زي واحد مثلا بيقول لك ايه، انا لو اشتريت عربيه هبقى مبسوط. انا عن نفسي دلوقتي نفسي اشتري عربيه، شايف ان انا لو اشتريت عربيه هستريح، هبقى مبسوط، هنجز مشاوير احسن، اتحرك احسن. لكن مش دايما دي بتبقى الحقيقه. يعني مثلا لو انت عندك عربيه او تعرف حد عنده عربيه، اساله كده اول ما جبت العربيه كان شعورك ازاي، وبعدها دلوقتي مثلا شعوره ازاي. طبعا دلوقتي هتلاقيه راجع مخنوق مهموم مش طايق نفسه، كل شويه عند العفشاكي، كل شويه عند الكهربائي، كل شويه يحط بنزين بقد كده، مبقاش مبسوط، مع ان العربيه هي اللي كانت بيخليه مبسوط اول ما هو جابها. طب ليه دلوقتي هو مش مبسوط؟ علشان السعاده اللي هو حاسس بيها هي جايه له من بره مش من جوه. ودايما الظروف اللي بره بتتغير، الظروف اللي بره هي ظروف مؤقته. ستيفن كوفي بقى في مقدمه الكتاب بيقلب الموضوع ده نهائي، بيقول لك لو عايز تغيير حقيقي لازم تبدا من جواك انت. فعشان كده العادات السبعه اللي احنا هنتكلم عليهم هي عادات من جوانا احنا، سواء من جوانا احنا نغير في طريقه تفكيرنا احنا، او جوانا احنا بنغير طريقه تفكيرنا في التعامل مع الناس. يعني بدل ما تقول ان الدنيا لما هتتغير انا هكون احسن، لا قول لما انا هتحسن من جوه الدنيا هتكون احسن. ده الفرق ما بينهم، اتنين نفس الظروف ونفس المشاكل، واحد بيشتكي طول الوقت والتاني بيحاول يفهم ويتصرف صح. بعد سنه بص للشخصين دول هتلاقي حياتهم مختلفة تماما عن بعض. جزء اللي فاتنا حلقة احنا وقفنا عند حتة مهمة جدا، كل واحد مش بيشوف الحياة، كل واحد بيشوف العالم من خلال عدسة جواه وفلتر هو اللي بيحدد له يشوف ايه بالظبط. السؤال بقى العدسة دي بتتكون ازاي؟ مين بيحدد انت شايف الدنيا ازاي؟ ستيفن كوفي بيقول لك ان في 5 حاجات بيحددوا الفلتر بتاعك كويس ولا لا، او الفلتر بتاعك معمول صح ولا لا، او فلتر وهو طفوله. اول برمجه للطفل، اول حاجه لازم تفهمها ان انت وانت صغير عقلك زي الاسفنجه لو حطيتها في ميه تمتص الميه، لو حطيتها في خل تمتص الخل، لو حطيتها في عصير هتمتص العصير. انت وانت صغير بتشرب كل حاجه من غير ما تناقش، من غير ما تعترض، من غير ما تفكر. الحته دي مهمه جدا لكل اب وكل ام عندهم اولاد. لو انت ما اتجوزتش برضو افهمها عشان ممكن تكون حصلت معاك وما تعملهاش في الاجيال اللي بعد كده. بص في المثال اللي هقول لك عليه ده دلوقتي، لو طفل صغير اتربى في بيت دايما بيقول له انت مش هتنجح، الحياه صعبه، مفيش فرص قدامك، مفيش امل، مش هتقدر تعمل حاجه، الطفل ده بيكبر هو شايل جواه نفس الافكار حتى لو واقع حواليه بيتغير. للاسف ده بيحصل طول الوقت معانا. يعني انا فاكر ان في حد قال لي انت مش هينفع تشتغل الشغلانه الفلانيه علشان ألدغ، علشان الانجليش بتاعك مش حلو، ما بتعرفش تتكلم مع الناس. سبحان الله بعد سنين انا عامل قناه على اليوتيوب بتكلم فيها عادي خالص، واشتغلت الشغلانه دي وحاليا ناجح فيها كمان ومن اكبر الشركات كمان في مصر. ما يخليش حد مجرد كلام يحجمك او يخليك تشوف الدنيا بالمنظور ده، جرب الحاجه بنفسك. وللاسف الطفل ما عندهوش الرفاهيه ان هو يفكر. انا اتقال لي الكلام ده وانا كبير، لكن لو انا طفل اتقال نفس الكلام ممكن الموضوع يكون متغير جدا. ليه؟ علشان الفكره اللي هتتكون في الطفل هي الفكره تكون زرعت جواه ومقتنع ان دي الحقيقه. تاني حاجه معانا التجارب الشخصيه، الجرح اللي بيشكل الفلتر بتاعك. زي مثلا واحد اشتغل على مشروع وفشل، ممكن بعد التجربه دي نقول انا مش شاطر في الشغل الفلاني. يعني انت فتحت مطعم فشل، فانت شايف ان انت فاشل في شغل المطاعم، فتقول لا كل المطاعم بتخسر مش هشتغل في الحوار ده تاني. في حين ان واحد تاني اشتغل وفشل في المطاعم، اتعلم وحاول مره تانية، وتعلم وحاول مره تالتة، اتعلم وحاول مره رابعه لغايه ما نجح. هي الفكره في ان هو كل مره اتعلم. طبعا لو انت فتحت المشروع ده وكررت كل مره الغلطات بتاعتك زي ما هي مش هتفرق حاجه، برضه هتفشل. ما هو اينشتاين في مره قال لك انك تعمل الحاجه بنفس الطريقه ومتوقع نتيجه مختلفه قمه التخلف. الفرق هنا في التفسير بتاع الحدث، لكن مش الحدث نفسه، في ردة فعلك انت تجاه الحدث. لما انت فشلت انت عملت ايه بعد كده؟ اتعلمت ولا سكت؟ تالت حاجه المجتمع، صوت الناس اللي حواليك، وده اخطر حاجه ممكن انت تقابلها سواء كبير او صغير. يعني زي ما لسه قايل لك ان وانا وكبير حد قال لي مش هتقدر تشتغل الشغلانه الفلانيه عشان ألدغ والانجليش بتاعك مش حلو وي الكلام ده كله، ما بتعرفش تتكلم مع الناس. سواء كان بقى الراجل ده صح او غلط، دلوقتي انا شغال الشغلانه اللي انا قلت عليها، ثانيا عامل قناه على اليوتيوب بتكلم فيه، يعني ما فيش اكتر من كده يعني ان كان ده غلط. وللاسف الناس اللي حواليك ممكن تكون اهلك، صحابك، السوشيال ميديا، كل دول بيزرعوا جواك افكار من غير ما تحس. لكن اثبت هنا على حته السوشيال ميديا عشان دي المنتشره حاليا جامد. تخيل تفتح جروب مثلا انت عايز تبقى مبرمج فرونت اند او باك اند او ايا كان الشغلانه، تخش على جروب الفيسبوك مثلا للشغلانه دي هتلاقي كلهم بيشتموا فيها، المرتبات وحشه، الاي اي هياخد الشغلانه بتاعتنا، مبقاش ليها مستقبل، لا حول لشغلانه ثانيه، لو انت فرونت اند خليك باك اند، لو انت باك اند خليك فرونت اند، لو انت
هتشتغل في البرمجه، لا فكك منه وخش انت جرافيك ديزاينر. لا تقول لك الاي اي هو اللي بيعمل فيديوهات دلوقتي، فانت خش اتعلم الاي اي. بعد ما تتعلم الاي اي يبقى كل حاجه مش حقيقيه، فلا انت المفروض تبقى حاجه حقيقيه، فتعلم التصوير من الاول. كل واحد هيقول لك ان الشغلانه بتاعته مش حلوه والشغلانه الثانيه هي الاحسن. للاسف ده بيحدد اختياراتنا بشكل ما، فركز وانت بتاخد المعلومه من السوشيال ميديا، عشان للاسف بنوصل لليفل كده انك تحس ان الافكار اللي عماله تتقالك وافكار الناس التانية هي فكرك انت وطريقه تفكيرك انت في الحياه. وده ينقلنا للحاجه الرابعه معانا، وهي التكرار. كل ما تكرر معلومه معينه على شخص معين، الشخص ده بعد الزمن هيقتنع ان دي الحقيقه. تخيل كده واحد اتقال له طول الوقت انت مش شاطر، انت عمرك ما هتنجح. الراجل ده لو ذكي عمره ما هينجح فعلا. يعني لسه شايف فيديو كده على اليوتيوب بيقول لك ايه، في تجربه اتعملت ان هم جابوا فصلين، فصل سموه مثلا فصل الاذكياء وفصل الاغبياء. حطوا هنا 20 طالب ذكي جدا، وحطوا الناحيه الثانيه 20 طالب مش ذكي، خلينا نقول مش ذكي او نقول غبي عادي مش مشكله. المدرسين وهم داخلين الفصول دي بيبقوا عاملين حسابهم ان الفصل ده ذكي وان الفصل ده غبي. بس حصلت مشكله وهم بيطبعوا الورق عشان يتوزع على المدرسين عكسها. يعني الفصل بنقول عليه غبي مكتوب عنده فصل الاذكياء، ولو فصل تاني الذكي كان مكتوب عنده فصل الاغبياء. شوفوا في الاخر الدرجات اللي حصلوا عليها فصل الاغبياء عشان بس اتعاملوا معاهم على اساس ان هم اذكياء، في الاخر جابوا درجات اعلى من الطبيعي بتاعهم. والفصل الاذكياء فعليا واللي كانوا بيقفلوا الامتحانات لما الناس تعاملوا معاهم على اساس ان هم اغبياء، في الاخر جابوا درجات اقل بكتير جدا من متوسط ان هم بيجيبوه كل سنه. وده للاسف برضو بيحصل على السوشيال ميديا. يعني مثلا لو لقيت بوست معين عن حاجه معينه، مثلا قضيه معينه او سلعه معينه، مثلا موبايل معين، واحده كل شويه هيطلع لك هتحس ان الموبايل ده فعلا بقى احسن موبايل. واحده مش لازم كل حاجه هتيجي خبط لازق. يعني مش واحد يقول لك انت غلط، كل الموبايلات انت جايبها غلط، هو الموبايل ده الصح. وده للاسف بيحصل في اصعب حاجه، هو غسيل المخ اللي بيحصل للشعوب. انت بتقنعه بفكره معينه وخلي الشعب كله ماشي ورا الفكره دي، وللاسف ده بيحصل كتير حوالينا. لا برضه فكر في حاجه تانية كده. كلنا حصلت لنا ان تبقى واقف في شله صحاب وكلهم يشاوروا على واحد معين ويقول لك الراجل ده مش كويس، الصاحب ده مش كويس، او البنت ديت مش كويسه. واحده هتبدا تقتنع بالكلام ده. طب انت شفت الشخص ده قبل كده؟ لا. اتعاملت معاه قبل كده؟ لا. ممكن يطلع كويس، ممكن هم اللي متجنبينه، ممكن هو اللي ما بيحبش يتكلم وهم بيحبوا يتكلموا، ممكن يكون كل حاجه. الحقيقه اللي انت هتشوفها من خلالهم مش لازم تكون هي الحقيقه. فخلينا نخش في الحاجه الخامسه، وهي صدمات. زي موقف كبير، خساره، خيانه او فشل قوي، ده ممكن يشكل نظرتك للحياه. يعني واحد اتخان في شغله واترفض فجاه، بعد كده هيشوف ان كل شغل فيه خيانه، كل شغل هيبقى مشوف فجاه. يعني انا فاكر في مره اتنقلت من شركه للثانيه، وساعتها كان جاي لي في الشركه الاولى جاي لي مدير قعدت معاه شهرين او 3. المدير ده حرفيا عمل لي تروما. رحت الشركه الثانيه، المدير ده من احسن الناس اللي اتعاملت معاهم، ما كنتش عارف اتعامل معاه في الاول. متخيل الراجل كويس وكله بشكل ان هو كويس، في الاخر انا مش عارف اتعامل معاه. ليه؟ انا خلاص حصل لي تروما ان المديرين كلهم وحشين. بس فساعتها بعد كده اتعلمت ان انا لا، مش هربط ان المدير كويس ومدير وحش فكل مديرين كويسين او كل المديرين وحشين. للاسف ده كان لسه في اول سنه ليا في الشغل، يعني لبست في الحوار ده. اسمع لنا، يعني اللي عايز اقوله الصدمات اللي بتحصل لك بتشكل طريقه تفكيرك. فركز بعد كده الصدمه دي تخليك تكرر الحقيقه ولا هتخليك تشوف حاجه تانية غير الحقيقه. يعني ايه بقى الكلام ده كله؟ يعني نظرتك للحياه مش جايه من ارض الواقع، هي جايه من طفولتك، من تجاربك، من المجتمع، من التكرار ومن الصدمات. انت مش بتشوف العالم زي ما هو، انت بتشوفه من خلال الطريقه اللي انت اتبرمجت تشوفه بيها. هنا ممكن تسال نفسك سؤال مهم، هو الباراديجم ده ثابت؟ يعني هل انا محكوم عليا بيه للابد ولا انا ممكن اغيره؟ الإجابة أيوة ممكن تغير، لكن المشكلة إن أغلب الناس مش بتبدأ من هنا. أغلب الناس بتحاول تغير حياتها من بره مش من جوه. لحد دلوقتي إحنا فهمنا حاجة مهمة، فهمنا إن كل واحد فينا عنده عدسة بيشوف بيها العالم. العدسة دي بتتكون من الطفولة ومن التجارب والمجتمع اللي حواليك. بس دلوقتي السؤال مهم، العدسه اللي انا شايف بيها الحياه، العدسه دي بايظه، عايز اغيرها. انا عايز اغير النضاره بتاعتي عشان مبقتش شايف. هل ينفع ولا في حاجه هتمنعني ان انا اغير النضاره دي؟ اغلب الناس عشان بطريقه واحده بس، لو عايز ابقى كويس لازم الدنيا حواليا تتغير، عايز ابقى مبسوط لازم اشتري حاجه جديده، عايز ابقى ناجح لازم الظروف تساعدني، عايز ابقى مرتاح لازم الناس تغير وتعاملني بطريقه احسن من كده. انك مستني دايما ان العالم يتغير عشان تحس بحاجه مختلفه، دي اكبر مشكله. لكن الحقيقه اللي بيقولها الكتاب
اللي الناس كتير مش عايزه تصدقها، انك ممكن تغير كل حاجه بره وتفضل زي ما انت جواك. يعني واحد اشترى عربيه جديده زي ما قلنا، حاسس ان هو هيبقى مبسوط اول اسبوعين فرحان، بعد كده هيرجع لنفس الاحساس القديم، عشان المشكله ما كانتش في العربيه، المشكله كانت جواه هو. في ناس تانية شايفه ان الفلوس هي الحل، بس الواقع بيقول الفلوس ممكن تغير مستوى حياتك، وده حقيقه على فكره. الفلوس حاجه ضروريه جدا، ودي حقيقه محدش يقدر ينكرها، بس الفلوس مش بتغير طريقه احساسك بالحياه. لو واحد جمع 10000 جنيه قال لك بص انا لو عندي 100000 جنيه هعمل واعمل واعمل واعمل، مستريح. اول ما يوصل لهم يبقى عايز بص اوصل المليون، وابقى بص عديت. صدقني هيوصل المليون ويقول لك لا اوصل ل 10 مليون، وهكذا. الرغبه بتزيد لكن الاحساس بالراحه مش بيزيد معاه. عارف لو هو مثلا من 10000 ل 100000 حاسس براحه، ساعتها اوكي ماشي مفيش مشكله، يبقى طموح للاكتر عشان يستريح اكتر. لكن لو هو ما حسش بالراحه يبقى مفيش فرق ما بينهم، المشكله معاه هو مش في الفلوس. طبعا ده ما يمنعش ان انت تبقى طموح تبقى معاك فلوس اكتر، دي حاجه ودي حاجه ثانيه، بس اللي عايز اقوله احساسك بالراحه ده من جواك مش من بره. مشكلتك مش في الناس اللي حواليك، مشكلتك في الطريقه اللي انت بتشوف بيها الناس اللي حواليك. يا جدع ده في ناس بتفكر ان اللي حواليهم لازم يخدموهم ويبقوا تحت رجليهم عشان يحس براحه. يعني انت تخيل دي عقليات ناس حواليك، انت مستني منهم هيشوفوا الحقيقه منين؟ اي حاجه من بره، فلوس، شغل، علاقات، نجاح، كلها بتدي احساس مؤقت، لكن مش تغيير جذري جواك بالاحساس ده. انت ممكن تغير المشهد لكن هتفضل شايل نفس السيناريو جواك، وبالتالي مفيش حاجه تتغير. هنا بقى هنبدا نفهم الفكره الكبيره اللي ستيفن كوفي بيحاول يقولها لنا، انك تستنى العالم يتغير عشان انت تبقى كويس تقدر وقت، لكن الحقيقه انك انت اللي لازم تغير الاول عشان تشوف العالم بشكل مختلف تماما. الحقيقه من وجهه نظر ستيفن كوفي ممكن تكون غير وجهه نظرك. كل اللي لغايه دلوقتي انت شايف الكلام ده صح ولا في مشكله فيه؟ يعني تكون مشكلتك فعلا في الحاجه اللي بتحصل لك، ولا مشكلتك في طريقه تفسيرك انت للحاجه دي؟ ولو وصلت لغايه هنا انت كده بدات تشوف حاجه مختلفه عن اللي انت متعود تشوفها. انت مش محتاج تغير العالم، انت محتاج تغير العدسه اللي انت بتشوف بيها. كل اللي انت بتحاول توصل له بره موجود اصلا جواك، انت مش شايفه بسبب طريقه تفكيرك انت. بس لسه في سؤال مهم، لو كل واحد فينا عايش جوه عدسه، هل ممكن نغير العدسه دي؟ وازاي اصلا التغيير حقيقي بيبدا؟ وهنا هنبدا في اول خطوه حقيقيه في الاعداد السبعه بتاعنا، من الداخل للخارج. لغايه دلوقتي احنا بنفكك فكره مهمه جدا موجوده في دماغك، اغلبنا بيحاول يغير حياته من بره، مش بيحاول يغيرها من جوه. في لحظه كده لازم كل واحد يقف فيها مع نفسه، اللحظه دي بتغير كل شيء، ويسأل نفسه سؤال بسيط، وانا شايف الحياه دي بعيون مين؟ يعني انا شايفها بعينيا انا، ولا شايفها بعينين الطفوله ولا المجتمع ولا المشاكل اللي انا عديت بيها؟ وده هياخدنا لاول عاده معانا، احنا مش هنشرحها بتفاصيل في الحلقه دي، بس ناخد فكره بس عنها عشان نكمل الفكره بتاعت الحلقه دي. هي بي برو اكتف، يعني ببساطه تكون انت مسؤول عن حياتك، انت مسؤول عن نظرتك للحياه بتاعتك. يعني اتنين مثلا اتاخروا في المترو، ما لحقوش الشغل بتاعهم وتاخروا، الشخص الاولاني اتعصب يقول لهم الدنيا، يقعد متضايق طول اليوم، التاني يقول حصل خير، افكر في حل تاني دلوقتي بسرعه علشان الحق الشغل بتاعي، ويقدر يكمل يومه طبيعي جدا. نفس الموقف بس شخصين تصرفاتهم مختلفه عن بعض، واحد كان برو اكتف والتاني كان رياكتف. كل التفاصيل دي هنتكلم عليها الحلقه الجايه في العاده نفسها، بس ده دلوقتي هنبدا نرجع تاني للحلقه بتاعتنا. لو جواك ضعيف هتشوف العالم صعب، ولو جواك قوي هتشوف العالم قابل انك تديره. العالم مش بيضغط عليك، انت اللي بتفسر الضغط ده بطريقه مختلفه خالص عن الطبيعي. نفس الحياه ممكن تبقى جنه لحد وجحيم لحد تاني. من هنا الاعداد السبعه مش مجرد كتابه عن النجاح، لكن الكلام ده هو اعاده بناء الانسان نفسه، اعاده بناء فكر الانسان. لو فهمت اللي قلناه الحلقه دي انت كده بدات في اول خطوه في تغيير صح، انك مش لازم تغير كل حاجه حواليك عشان تبقى مبسوط، لازم تغير حاجات جواك انت عشان تبقى فعلا مبسوط وتشوف التغيير ده حقيقي. خلصت الحلقه من الداخل للخارج، يعني غير تفكيرك، غير ادراكك، غير ردة فعلك، وساعتها الحياه هتتغير تلقائيا. احنا يا دوب بنبدا الرحله بتاعتنا في الكتاب، احنا لسه ما دخلناش اصلا في الاعداد السبعه اللي نفسها اكثر فعاليه. الحلقه الجايه هنبدا اول عاده وهي اقوى عاده ممكن تغير حياتك، وهي بي برواكتيف، كن مبادرا. لو وصلت لغايه هنا ده معناه ان الحلقه عجبتك، متنساش اللايك والاشتراك، وقول لنا في الكومنتات فعلا انت عندك وجهه نظر مختلفه عن حاجه وطلعت حاجه تانية ولا لا. اشوفك الحلقه الجايه في العاده الاولى.